أظن على أن هذا الخطاب هناك من يستعملوه من أجل خلق هذا الجو، توتير هذا الجو ما بين طالبي اللجوء أو المهاجرين طالبي اللجوء وما بين المواطن المغربي العادي. بالعكس ما نلاحظه في الشارع أن هناك احتضان ديال هذا الأفارقة أو السوريين أو اليمنيين أو السودانيين اللي جاوا المغرب، على اعتبار أننا الجميع يعلم على أن هؤلاء المهاجرين كيعتبروا المغرب فقط ان بيي دو ترانزيت جاي فقط باش يعبر لاوروبا. ولكن مره كتحاول الدوله المغربيه على انها تجيش في واحد الاتجاه معين، والهدف منه واضح. الهدف هو ارضاء اوروبا، الهدف هو ان تبين لاوروبا اننا عندنا حتى حنا مشاكل وعندنا بزاف ديال الحوايج مع هاد المهاجرين، والسبب مور هادشي فقط من اجل انهم ياخذوا الدعم كدوله من اجل تنفيذ السياسات الاوروبيه. واظن على ان هذا النقاش البعد ديالو اللي خصنا ننتبهوا ليه، لان بعض المرات ما كيكونش باين شنو باغا دير الحكومه. فالتخوف ديالنا هو هذا الشيء يكون بدايه حمله من اجل انشاء مثل كيطوهات اللي غادي يحطوا فيهم المهاجرين طالبي اللجوء، لان الامور كتبدا هكا، كتبدا تطور بشويه بشويه. هادو كيحتلوا الاماكن العامه، هادو كيديروا هنا، هادو كيتعداو على المواطنين. اذا الحل شنو هو؟ الحل هو نجمعوهم في شي بلاصه، هذيك نجمعوهم في شي بلاصه راه هما الكيطوات اللي باغيين يديروا واللي سنين اللي اوروبا كطالب به وباغا ديروا في المغرب. ونحن نرفضه لان لا يمكن ان نقبل لان المغرب يعود هو ذاك الجدارمي ديال اوروبا. نحن مع حريه التنقل من حق، لان اصلا المشكل الكبير اللي كاين عند الافارقه اللي كيطلبوا اللجوء نتيجه للنهب اللي تعرضت له افريقيا، نتيجه للدعم اللي كتقدم اوروبا والانظمه الاوروبيه المجموعه ديال الانظمه الاستبداديه في افريقيا، نتيجه انسداد الافق اللي كاين في افريقيا هو السبب ديال هذه الهجره. فعوض معالجه الامر بشكل واضح غادي نلتجئوا لهذه الطريقه ديال محاوله ديال التجيش من اجل تكوين الراي العام ضد المهاجرين، باش نلحقوا الخلاصه النهائيه هي اننا غادي نديروا قيطوات في الشمال ديال المغرب اللي يمكن يبقاو فيه الطالبي اللجوء او المهاجرين الى حين سواء الارجاع ديالهم او الابقاء ديالهم في هذيك الامكنه. ونحن نرفض هذا ونعتبر لان هذه حمله مخدومه، الهدف منها هو نوصلوا لهذه الخلاصه. ندعم مع العلم لان المغرب ما كياخذ الملايين ديال الاوروات باش يطبق السياسه ديال اوروبا فيما يتعلق